نروح ليه قبل ما نروح للمدير الفني نروح للجمهور. النهارده انا استغربت جدا من الجمهور اللي كان حاضر مع التراس اهلاوي. طبيعي يا جماعه ان احنا اللي بيشجع الاهلي، اللي بيشجع الزمالك، اي حد بيشجع اي نادي بتتغير مشاعره من وقت لوقت. يعني انا زملكاوي مثلا، فلما الزمالك يجي جون ممكن اروح ناطط في الهواء وفرحان، او مثلا لو الزمالك جه فيه جون او اتغلب بيبقى قرف ده وما اعرفش ايه ونقعد زعلانين ومتضايقين وبتاع. نفس القصه بالنسبه للاهلي. لكن انا ما افهمش يعني ايه جمهور يبقى قالع من فوق والاهلي مغلوب 1، الاهلي مغلوب 2، الاهلي مغلوب 3، الاهلي مغلوب 4، الاهلي مغلوب 5. ايه ده؟ يعني مش فاهم. مفيش مشاعر؟ ما بيتضايقوش؟ ما بيزعلوش على فرقتهم؟ انا مش عارف يعني ايه واحد مشاعره لا تتغير الا لو ملوش في الكوره، او واخد التشجيع ده كده يعني مهنه، او فرحان اصحابه كلهم معاه ويلا نعمل حاجه يعني، او واحد مش داري بالدنيا. ما هو طبيعي جدا ان احنا زمان لما كنا بنشوف جمهور، لو عملت كوره زي النيله ولا انفراد، يا ابن اللي ما اعرفش ايه بوظت وهيقعد كده. هو ده كان الجمهور. وبعد كده في ثانيه يجيب جون، يا عالمي يا جامد يا ما اعرفش ايه. ده الجمهور. او الجمهور لو خسر شتيمه ولاعيبه ما اعرفش ايه يا ما اعرفش ايه يا اولاد ايه كان بيحصل كده من الجمهور. ها يعني ده منظر لعيبه مغلوبه 5 وعمالين نضحك ونهزر. مش عارف. طيب نروح ل طبعا غير طبعا اللي حصل. الموقع الرسمي بتاع بايرن ميونخ منزل النهارده لجماهير بايرن ميونخ، منزل النهارده خناقه التراس اهلاوي مع جماهير بايرن ميونخ، وحاطين ان هم عرفوا ليه 72 قتيل ماتوا. تخيلوا في بايرن ميونخ. نروح لمحمد يوسف. محمد يوسف دي خناقه بايرن ميونخ يا جماعه، وواحد من الشرطه المغربيه تعور. طبعا غير ده يا جماعه مش اول مره. يعني احنا كنا بنقول ده بيحصل لان الشرطه في مصر وحشه، الشرطه في مصر سيئه، الشرطه في مصر معرفش ايه. ده حصل في المغرب وشرطي مغربي تعور. طيب هل دي اول مره تحصل؟ لا. في تونس نفس القصه. في تونس اتخانقوا مع الشرطه التونسيه وقعدوا يضربوا على الشرطه التونسيه، والشرطه التونسيه منعتهم وكانوا عايزين يخشوا من غير تذاكر، زي في اي حته من غير تذاكر. وادي الشرطه التونسيه، وادي ضرب عشان عايزين يخشوا من غير تذاكر. طب لغايه امتى هنفضل كده؟ لغايه امتى هنفضل كده؟ هل ده يا جماعه والجمهور ده والجمهور ده ارجع لي يا وائل، خلاص خلصت في تونس الكلام ده. الجمهور ده اقتحم الملعب وشتم لعيبه الاهلي واتخانق مع لعيبه الاهلي. طب لغايه امتى؟ يعني هل ده اللعيبه تكون مبسوطه بالجمهور ده؟ ولا اللعيبه بقت خايفه من الجمهور ده وقلقانه؟ نروح لمحمد يوسف وجهازه